لو كل علاجك للانكل عباره عن شويه تمارين عملتهم بالبند في الجيم، واول ما حسيت انك خفيت بدات تنزل الملعب من تاني، احب اقول لك مبروك. اول ما تنزل الملعب هتتصاب تاني. طب لو خلصت مرحله البندات دي ودخلت منها على الاستابيليتي فيز او المرحله بتاعه التثبيت، طلعت منها على مرحله الاسترينث والباور وبدات تقوي الدنيا والدنيا فعلا بقت كويسه، احب اقول لك مبروك برضه. هتتصاب تاني لو ما اهتمتش بالنقطه والتفصيله الصغيره اللي اقولها لك بعد ما تخلص تاهيل. ليه ممكن يحصل ريكارنس او رجوع للاصابه تاني مع انك اهتميت بالبرنامج التاهيلي بتاعك بشكل كويس جدا ومشيت فيه ببروجريشن مظبوط؟ فكره ان انت بعد ما خلصت تاهيل وتعالجت فعليا ما اهتمتش بقاعده ذهبيه عندنا في العلاج الطبيعي. القاعده دي بتقول لك كل ما كنت محتاج ديستال موبيليتي بشكل اكبر او حركه كبيره في المفاصل الموجوده في الاطراف بشكل اكتر زي الانكل تحت والشولدر فوق، كل ما كنت محتاج انك تعمل بروكسيمال استابيليتي او تثبيت عالي جدا في المناطق الاقرب لجسمك من المناطق البعيده دي. بمعنى اسهل شويه، لو انت عايز تحرك الانكل في اتجاهات كتير مختلفه ورياضتك بتتطلب ده، فانت محتاج استابيليتي بشكل كويس جدا عند المفاصل القريبه من جسمك زي الركبه ومفصل الفخذ. طبعا ما ننساش الكور. كل ما كان الاستابيليتي على مستوى الحاجات دي كويس، كل ما ده هيديك حركه وراحه في الحركه اكتر على مستوى الانكل. عشان كده بعد ما تخف وترجع لرياضتك والدنيا تبقى كويسه خالص، اوعى تفضل تعمل في التمارين اللي كنت بتعملها ببندات في المرحله الاولى من الاصابه وتنسى الحاجه الاهم، وتهمل انك تقوي العضلات اللي حوالين الركبه ومفصل الفخذ والكور. ومن التمارين اللي محتاجينها في الفتره دي، احنا محتاجين هاي ثريشولد اكسرسايز او تمارين تشتغل على عضلاتك بقوه عاليه. ومن افضل التمارين اللي ممكن تساعدك في المرحله دي هي سكوات، لونجز، ديد ليفت، هيب ثروست، وكمان ما ننساش الهيب ابدكشن عشان ده اللي هيشغل لنا الجلوتيوس ميدياس او العضله المسؤوله اصلا عن تثبيت الحوض. وانت بتعمل تمارين زي دي لازم تكون مركز في الباترن او الاداء الحركي بتاع كل تمرينه عشان نشغل الكاينيتيك تشين بتاعتنا بشكل مظبوط. يعني وانت بتعمل لونجز ما تدخلش رجلك لجوه بالشكل ده، ولو تقدر تحط بند بالشكل ده وتزق عليه لبره برجليك يكون افضل كتير، لانك كده هتفعل كمان الجلوتيوس ميدياس او العضله المسؤوله عن تثبيت الهيب. وانت بتعمل تمرين زي السكوات ممكن كمان تحط بند حوالين ركبتك وتبدا تزق عليه لبره عشان نفس المشكله. وخلينا اقول لك ان دي مجرد امثله لكام تمرين ممكن تساعدك، لكن الحقيقه ان الموضوع اكبر بكتير من كام تمرين بتشوفهم في فيديو. فلو عندك مشكله مزمنه في الانكل لازم تروح لدكتور يبص على حالتك ويبدا يقيمك بشكل صح عشان ما يحصلش مشاكل. قولوا لي في الكومنتات هل حصل لك انكل سبرين قبل كده ولا لا؟ لو حابين نعمل سلسله متكامله نشرح فيها كل تفاصيل الانكل سبرين من اول يوم الاصابه لحد الرجوع للملعب، اكتب لي في الكومنتات ان انت محتاج حاجه زي دي وهنبدا فيها على طول.